وكان شعارهم اتصور حالا وادفع بعدين. اسمع يا ابني، مش كل فكره تنجح لازم تكون جديده من تحت الصفر، ساعات تبقى موجوده بس محتاجه دماغ تاخدها في حته تانية. في اتنين ستات اسمهم جينيفر تساي وجينيفر وي، هم اي نعم يا ابني اسمهم صعب شويه بس دماغهم في حته تانية خالص. شافوا مشكله بتحصل للزبون كل يوم، الواحد يتفق مع فوتوغرافر ويدفع فلوس ويعمل سيشن وفي الاخر الصور ما تعجبوش، ويا خساره الفلوس والوقت والمجهود اللي ضاع من غير فايده. قالوا طب نحل المشكله دي ازاي؟ ساعتها فكروا يعملوا حاجه بسيطه، كل مره يحددوا لوكيشن من الساعه 12 للساعه 5 ويخلوا العميل يحجز نص ساعه في الوقت ده ببلاش، وبعد 3 ايام يشوف الصور بتاعته واللي تعجبه يدفع حقها واللي ما تعجبوش يسيبها. وكان شعارهم اتصور حالا وادفع بعدين. وعملوا كمان منصه اسمها شوب. الفكره دي كمان ما حلتش للعميل مشكلته، ده كمان هتريح الفوتوغرافر، مش مطلوب منهم يجروا ورا الزباين ولا يدوروا على الفلوس بتاع الدافع ولا اللوكيشن ولا يشغلوا بالهم بمشاكل المسجات. كل اللي عليهم يعملوا شغلهم اللي بيحبوه وهو التصوير. بس خد بالك يا واد، البدايه ما كانتش سهله، الانفلونسرز استغلوه والفوتوغرافرز كانوا خايفين ازاي هنصور ببلاش والدفع بعدين، بس هم صبروا وركزوا. الانطلاقه بتاعتهم جات لما عملوا يوم تصوير في هوجو كينج. هو انا قلت كده صح يا ابني؟ المهم في اليوم ده لقوا الامهات والعائلات مالين المكان. في اليوم ده صوروا اكتر من 50 عيله، ومن هنا قالوا ليه ما نركزش على العائلات والاطفال، وابتدوا يكبروا واحده واحده. اما الارباح يا ابني كانت اول سنه $80,000، وبعد 5 سنين عدوا نقطة التعادل. الخلاصة يا واد، مش لازم تكون الفكرة جديدة 100%، المهم تكون بتحل مشكلة عند الناس وتسهل عليهم حياتهم. ابدأ صغير، صدق في فكرتك وجرب واسمع من الناس وما تخافش من الغلط، لان حتى الغلط هيكسبك خبره وعلاقات. زمانك لسه ما نضجتش يا واد، بس لما تنضج هتعرف ان تصور حالا وادفع بعدين ما كانش مجرد شعار، ده عقليه بيزنس تمشي بيها في اي فكره. خلي اللي عنده شغف يشتغل في شغفه وسيب الاداره على السيستم. اهم حاجه اللي بيكسب مش دايما الجديد، ساعات القديم بس بدماغ متكلفه. وتابعني عشان تكسب يا واد.